مقبول وغير معقول ساعتها بطبيعة الموضوع سيد رئيس الحكومة الموضوع لا السيد رئيس الناس اليوم تكلموا على الاسباب السياسيه ما تكلمش معاهم على الموضوع الله يخليك كتكلم مع رئيس حكومه وكيعرف اش كيقول وعنده وقت ديالو تحكم في الوقت الا كان عندك في الدستور كتعلمني الموضوع قولها لي السيد الرئيس انا مرتبط بالقانون الداخلي الله يجزيك بخير ما عندكش الحق باش تتكلم معايا عندك لا اسمح لي رئيس الحكومه عندي الحق فقط انا كنسال لا اسمح لي اسي بن كيران انا الذي اسير الجلسه ومن حقي وعندي فصل في القانون الداخلي وفي الدستور العفو هذا كلام لا يليق بك يا رئيس الحكومه هذا كلام لا يليق برئيس الحكومه العفو سيد الرئيس راك عزيز علينا يا سيدي انت في محلك احترموك الله يخليك احترم نفسك كذاك الاستاذ تفضل تابع ولهذا التشويش لا اسير عطاش ما تقصر ايوه لولا الهدوء لا تنضافوا للجهات التي تشوش على هذه الحكومة فقد كثرت سيدي المستشار المحترم سيدي المستشار المحترم ارجع سيدي الهدوء من فضلكم تفضلوا يا استاذ الكرام سيد الرئيس كاك تفضلوا حتى نعرف راسي واش عندي الحريه ديال الكلام ولا ما عنديش الا ما عنديش بلاش هذه صافي تفضل نعم ماشي شغالك انت ماشي شغالك تكلمتي على شنو ما بغيتي الله يخليكم هادشي اللي كاين الله يخليكم سي اللبار لا غنتكلم ولكن الا قاطعني شي واحد راه باينهم غير راسو سيد الرئيس لا هادشي اللي كاين سيد الرئيس تفضل الامور واضحه سيد الرئيس انا ماشي حيط قصير سيد الرئيس لست حائطا قصيرا يا سيدي تفضل وانت رجل نحترمك ونقدرك يا سيدي تفضل يجب ان تقدرنا ماشي شغالك السيد الرئيس تفضل ماشي شغالك انا عندي الحق نتكلم ولا خرجت على الدستور نبهني اللي الرابط بيني وبين الدستور سيد الرئيس سيد الرئيس هكذاك والو انا محتاج كاع نتكلم ما نحتاجش نتكلم الا كان من الضروري نسكت يمكن لي نسكت هذه الحكومه كيساندها الشعبيه تكلمات وكيساندها الشعبيه سكتات الله يخليكم نعم وقد واجهت بعضكم بالصمت وغلب الصمت الكلام الفاحش سيد الرئيس وغلب الصمت الكلام الفاسد وغلب الصمت غلب الشتم وغلب السب وغلب كل الكلمات السيئه سيد الرئيس تفضل باش تكون على راحتك السيد الرئيس ولا تنضاف للجهات المشوشه فلا يليق بك وقد كثرت وقد كثرت سيد الرئيس وقد كثرت سيد الرئيس تنعرف راسي الا انا رئيس حكومه وعندي الحق نتكلم نجي لهذه الغرفه ولا ما عنديش الحق نتكلم قولها لي يا سيدي الرئيس تفضل الله يهديك هذا هو حتى تكون الامور واضحه باش لا والو تابع لا يشوشوا علي تابع وانا ما محتاج نتكلم الشعب يعرفني ويعرف خصومي الشعب يعرفني ويعرف من يواجهني الشعب يعرفني ولا يحتاج ان اتكلم يعرفني وكلامي قد سمعه من قبل وقد آمن به وقد صوت بسببه واعطى المرتبه الاولى للحزب ديالي واعطاني جلاله الملك رئاسه الحكومه وقوه الحكومه ما نحتاجش نتكلم هذا هو تفضل ولا ما بغيتيوش هذا الشيء وبغيتيو انتخابات سابقه الاوليات تفضلوا حنا موجودين تفضل يا الله من غدا الله يخليكم واش تيسحب لكم هذه الله يخليكم المغرب هذا هدوء انت هدوء تخلعوني انا ما تخلعونيش هكذاك رد لي السيد الرئيس التوقيت ديالي الله يجزيك بخير كيفاش رد لي التوقيت ديالي ملي قاطعتيني سيد الرئيس ملي قاطعتيني انا ارجوك الهدوء والله ما نتكلم ولا تكلمتي لا ما رديتيش لي التوقيت ديالي الوقت اللي قاطعتيني فعلا الله يخليكم ما محتاج تتكلم سنعود الله يخليكم ما محتاج التوقيت ديالي 21 دقيقه دعونا نعود الى بدايه سيد الرئيس 21 دقيقه سيد الرئيس خلينا نتكلم سيد الرئيس لا ترد لي التوقيت ديالي سيد الرئيس دقيقه خليني ليسي ما بلاص يا امو لا اسمح لي لا
سيد الرئيس محلية. سيد الرئيس إذا كان عندك الحق تقاطع رئيس الحكومة سنعود إلى الله يخليكم، سنعود إلى بداية الشوط الأخير بتوقيته المنتظر، وأرجوكم شيء من الهدوء حتى نتمم هذه الجلسة الرائعة في جو يسود الاحترام المتبادل وروح المسؤولية، وأن نعطي مثل كذلك لمن ينظرون إلينا عبر الشاشة في الوقت الصعب جدا. وبالتالي أرجوكم سيد الرئيس عودوا إلى وعيكم ولكم الكلمة. لا، من اللي ترد لي التوقيت ديالك. لا اتفقنا، غادي نرجعوا ما كاين مشكل سيد الرئيس. انتهى الكلام. تفضل انت رئيس الحكومة، دير اللي بغيتي سيدي. راه والله العظيم. تفضل.